السلام عليكم، شنو حوالكم؟ نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله يا ربي هكا تكونوا في صحة وفي خير ونعم الناس الكل. كما العادة هلا بقيت نطلع عليكم فيديو فيه نهايري باش نعديه مع بعضنا هكايا من الصباح للعشية. جبت لكم وصفة اليوم ياسر مزيان. خليوني الساعة نبداو أول حاجة بفطيرة الصباح، ونقعد معاكم كما العادة فك البث المباشر، ومن بعد نقصد ربي نشوفوا فطيرتنا ونشوفوا اليوم كدبارة المزيانة اللي باش نعطيها لكم. حسيلوه نبداو بسم الله، واهم حاجه نصليو على سيدنا الف ولا يزيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما العاده اول حاجه باش نحضر صوص مزيانه لفطور الصباح تشبه الصوص الكريب، طريقه بسيطه. محليها تنجموا تعملوها للعشاء مش كان لفطور الصباح بركه. حطيت بالضبط 200 ملل ماء، ومعاهم زيادة زوز كيسين حليب 400 ملل، باش نحطوهم الكل مع بعضهم وكل عظيمه. باش نحطو زيادة في الوصفة هذه راهو ملح وسكر من غير خميرة، بلاش خميرة باهية تجي هكاكا. نحطو كيكة 3 مغارف سكر ومغرفة صغيرة ملح به. بالنسبة للفارينة قياسها باش نحطو 300 غرام، هذه كل شيء بالقياس باش تجيك مزيانة ومقدودة باهي. وش باش نحطو اخر زيت، تحب زيت نباتي زيت زيتونة كيما تحب حسيلو باهي. المهم توا نكمل نخلط المكونات الكل مع بعضها. هنا حطيت السكر، تنجم تنقص في السكر اما هي راهي هكا الروسيت تجيك مزيانه برشا. واخر حاجه باش نحط لها يا شبت يا معدنوس، انت شنو تحب. هي راهي بالشبت تجي ابان، اماني عندي الحقيقه وقتها معدنوس هكا رشه صغيره. هكا شفتوا حطيت 3 مغارف 4 مغارف كبار مليانين زيت زيتونه، وهي تجي اخف اكثر راهو بزيت النباتي من هكا. نحب زيت زيتونه وكا. المهم تو بعد ما نخلطك العظيمة مع الحليب والماء والكل، باش نحط الفارينة نخلطها بشوية بشوية، تبدا صوص عاقدة شوية مش جارية برشا، هاك باش تشوفوا قوامها باهي. تحطها في قميصن باش تصبها هكا في المقلة. نوريكم زيادة طريقة تطييبها. ما تشبهش برشا للكريب، راهو الكريب سهل، اما هذه فيها في الخدمة في الطيب وبرا. لو نقولكم كيفاه، خاطر باش نزيدو نصبو فتيتة زيت فوق من بعد. ديما نزرب يعني نسبق في الأحداث. نكمل نخلطها ساعة في ساعة ما تحضر. كان حبيتها ترتاح شوية، الراحة ديما باهية لأي صوص لأي عجينة، حتى ولو كان ما فيهش خميرة الراحة باهية. لكن الراحة هذيك تطيب فيها عظيمة. تقشرك عبالي. تزين الطويولة باش يقوموا أولادك يلقاوك طويولة مزينة محليها تستنى فيهم. تحضر قهيوتك باهي. هكا حطيت رشة صغيرونة إني راه مش برشا. حطيت المقلة متاعي تسخن، وباش نبدا نخدم على روايحتي. حطيته في قمصان باش يبدا لي ساهل معناها في الصبان، ولا بالمغرف تلوش عادي هكا. هاو هذه كملت وحضرت. هذه تعملها محشيه بالجبن مثلا، تجيك بنينه ويحبوها برشا الاولاد بالجبن، يحبوا اللي يحب السلامي يحط زياده دبر راسه. كان عملتها للعشاء شيخه، عملها محشيه مريقله ومرا تشره كيما الكريب المحشيه. اما هذه راهي تجيب منفوخه شويه، طريقتها تجي منفوخه شويه. اما اني باش نوريكم حطيت فتيته زيت ومسحتها مسحه من الاول هكا. هاو صبي توا الصوص وحويجه بركه لهنا. دوبه ما تشد روحها البنات من اللوطه اقلبها. دوبه ما تشد روحها علاش باش تتنفخ لك. هي دوبه ما تتنفخ وانت تبدا تنزل عليها كيا باش الهواء الكل يدخل في وسطها. حطي تقطيره زيت هكا فوقها ومسحتها كيما هكا باش تزيد تبننها. راك تراي في الزيت وتبدا من بعد تنزل عليها العمد الكل كي تجي طيبها تبدا تقلب وتشقلب فيه. المهم توا نكملهم الكل بنفس الطريقه. ونحطهم ونحضرهم ونحضر طويوله، وزيدا باش نحط لهم جبن هكا ونطويهم على اثنين وكاها. حوجه سهله تحضر في ساعه مع قهوه. شو نقول لكم نحضرهم عاد ونقعد معكم في الفيديو المباشر كدراجين المزيانين مع احلى ناس اللي هما نتوما. صباح عليكم، احلى صباح يتعدي لي بصراحه. ان شاء الله ربي يحفظكم، ربي يرزقكم الوقت الطيب ان شاء الله. خليكم معايا في الفيديو، نعرفكم تحبوا العجين المورق بطريقه بسيطه وسهله. بالحق طريقة اليوم محلية، العجينة قديش شخت عليها. جربوها في شهر سيدي رمضان، بالحق تتاكل عشبة ما بنها ما بنها. ان شاء الله جربوها وارجولي بتصوركم المزيانة اكيد في الانستغرام والا على صفحتي في الفيسبوك. نكمل توا ومن بعد اكيد نرجع لكم نشوفوا دبارتي اليوم في الفطور وشو باش نحضر في نهاري. خليكم معايا.
بالنسبه للدباره نتاع اليوم طيبت كسكسي بالدجاج بالخضره، عملت معكم برشا مرات. حضرت الكسكسي بتاعي. ماك تعرفوا في وسط الجمعه لازم نعملوا يا كسكسي يا مكرونه لازم هذيك. كل دار كيكه. الحمد لله يا ربي على هالنعمه. اما توا حضروا كراسه والسيل وقيدوا هالروسيت المزيانه. اش باش نحضر اليوم؟ 200 ملل بالضبط حليب دافي والا حليب عادي مش مشكل. باش نحط نص باكو خميره والا 5 جرامات والا مغرفه صغيره. نحطوا زادة مغرفة صغيرة ملح في وسطها. لهنا تنجم تضاعف في الكمية تعطيك عجينة أكثر كان حبيت. به ايش باش نحطوا آخر احنا توه بشوية عندي قشطة طازجة باش نحط نصفها أكاهو مش بكلها. نجموا لهنا تعوضوا القشطة بالياغورت الطبيعي، تحط نصف الحكة أكاهو. به خلطها توا ذي المكونات الكل مع بعضها وباش نضيفوا 300 جرام فارينة. الفارينة زوز كوب ونص، ديما القياس الكوب 150 جرام. به انتي شنو نعمل؟ يعني في العاده ديما نصب حسب عيني ميزاني. هي اللي تقولي العجينه باهيه ومريقله، منحبهاش يابسه، نحبها رطبه وحويجه بركه. العجينه تحب الراحه مش برشا، نقولوا ربيع ساعه يزي هكاهو ولا حتى دريجي. بدي بنتي حضرت الحشو. بالنسبه لي الحشو عندي طريف الدجاج، فوحتها طيبتها مع شويه بصل، سبلتها طيبت لها زوز عظيمات، حطيت جبن شويه كمعدنوس شويه كبار هكا. وقعت لهنا نصب هكا في الفارينة كما شفتوا، طريقة سهلة وبسيطة. نحطهم في طبيق وديما نغطيوه باش تقعد العجينه رطبه ومزيان. ومن بعد اول حاجه نحضروا الزبده على الذوب. هاتي كيكه نقولوا 100 غرام زبده، كان استحقيت لي اكثر زيد. باهي 100 غرام ان شاء الله تزيك الكل. ذوبها فوق الغاز، حطها في صحيفه وباش نبداو نخدموا بها. ما نجمش تعمل لنا الطريقه كان الزبده اللي عندي جديده راه. والا قلدينا ولا اللي تحب الزبده اللي تشتهيها عادي. فما حتى زبده التوريق زاده. المهم تو كل وحيده كيكه نكورها بيدياتي ونحطها في طبيق، نحضرهم الكل. فما زادة اللي يحطها هكا في طبيق وزيد يخليها ترتاح، خاطر قد ما ترتاح قد ما تعطيك النتيجة أروع وأروع. هذه يعملوها في رمضان هكا، حضروها حتى من الصباح، خليها ليلة ترتاح في عقلها صبحية الكل. إن شاء الله يجينا رمضان مبروك ونصنفوا باللي كتب ربي. الحمد لله يا ربي، هنا عنا برشا أفكار إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يسهل وكهو. بديت بالعجينة الأولى باش نحلها توا، مربوعة باهية رهيفة مش خشينة رهيفة، خاطر باش نطويها على 4 ونخليها كيف هي الأولى نخليها ترتاح على شيرة. كل كعيبة باش نعمل لها كيكة، نحلها وندهنها بالزبدة باش نوريكم الطريقة، ومن بعد نغطيها. حضرهم الكل كيكة بنفس الطريقة اللي باش نعملها تو. هكا شديت الزبدة وبديت ندهن فيها، هذيك الدهنة الأولى. باش نطويها على 4 وبين الطوية والطوية زادة باش ندهن بالزبدة باهي هكا. وكيف نكملها؟ نحطها في طبيق ونغطيها لين نكملها من الكل.
بعد ما كملت حضرتهم مديت الأول واحدة بديت بيها باش نحلها توا. راهو متقولوش صعيبة البنات ولا فيها برشا خدمة، والله ساهلة راه. المهم تحلها بالفرينة زادة بسياسة خاطر في وسطها الزبدة. ابدا حلها هكا بشوية بشوية. من بعد نوريكم شو باش نحط زادة، باش نعاود نمسحها بالزبدة ونحط فيها واحدة أخرى باش نوريكم كيفاه. هاي سهلة سهلة. أما محليها راهي عندها صفة نتيجة. من بعد نعرفكم باش تجربوها من بعد. شيش ما تبعثوليش عادك تصاور في الانستغرام نستنيكم راه. حتى في الصفحة في فيسبوك تبعثولي على الميسنجر، ان شاء الله ربي يحفظكم. انا ديما نحط الفرينة خاطرها كالزبدة ذيبة هكا وتتلصق فوق الوجق تلصق لك العجينة. انا الفرينة تعاونك هكا، حلها بسياسة وسيوسة. نحاولوا نرهفوا فيها شوية. المهم حاول انك ما تقطعهاش هكا بشويه بشويه لين توسع شويه وترهيف العجينه به. كيف ترهيف العجينه باش نعاودوا نمسحوا لها وجهها هكا بالزبده كيما هكا، ونحط في وسطها عجينه اخرى هذيك باش تعطيك التوريقه راه. وكيف كيف نعاود نردها في الطبيق ونغطي عليه. لهنا الحقيقه متاع ربي خليتها ترتاح دريجي، ما غسلت معولت ومسحت الوجق، ارتاحت فيسع فيسع الوقت يجري ما تخافوش. شديت كيما هكا واحدة كيما نقولوا حاضرة، نزلت عليها شوية هكا بسويبعاتي كيما هكا، وحطيت عليها هكا العجينة هكا، نزلت فتيتة وبرا. وبعد نمسح جنبات تاع العجينة بالزبدة بين الطوية والطوي هكا هاو، ونخليها ترتاح. معناها علاش قلت لكم هي العمدة الكل فيها التوريقة وفي الراحة هكا هاو. وعندنا 1000 شهور يستنى فينا. ديما اني فك الوقيت هذيك نستغل نعمل حاجة اخرى. حضرت الفطور، نمسح الكوجينة ونغسل معوناتي، مادام هي ارتاحت ونعملها بالفن والدن. لازمنا نعملوها بالكدا ولا مش لازم؟ باهي عاونا بين الطاوية كما قلت لكم، والطاوية ندهن بالزبدة ما نخسر شيء هكا، وحطها توفة طبق وغطي عليها. بعد نبداو بها هي الاولى. نكملها الكل بنفس الطريقة. وتوا عاد باش نبدا في الخدمة. شفتوها العجينة الأولانية نجم تشكل معناها منها برشا أشكال المملحات، معناها مش لازم تعمل كيما إني، معناها تنجم تعمل بها الشكل اللي تحبه. بنفس الوقت نحب نقول لكم كي تخبي العجينة تخبيها وهي مطوية على المرة الثانية كيما هكا، تهزها تخبيها تخرجها قبل بوقت هكاك، قبل بساعة تبدأ تخدم فيها. روعة بالحق. أنا عملت برشا الحقيقة، حتى هذه عجبتني مزيانة برشا باش تشوفوا بعد النتيجة. بالحق البريد كي تحبوا تعملوا بزيد العجينة وتخدموها الكل بنفس الطريقة، وخبيوا العجينة مطوية حاضرة باش كي تمدها تحلها بالشكل هذايا مثلا. بسيطة هي الحاجة هذه، بسيطة اني تو عملتها. حطيتك الدجاج المفوح الامور مريقلة وطويتو طوية 2، معناها لازم طويتين باش تجيك مرقة من الداخل. هي مرقة حتى من غير ما تطويها راه. به نسكرها مليح هكايا في وسطها، كان فما زايد هكا نقصوه باش تجيك الكعيبات مستويين ومزيانين. ندهنوهم بالفص العظمه. الفص العظمه حطيت له قطيره خل ولا تحطوا له قطيره زيت الششتي، ومن بعد شويه جلجلان ولا شويه زينوج هكا من فوق، ولا مش لازم تحطهم على 180 درجه في سما يطيبوا ربيع ساعه بالمنقيله وتفقدهم حمار من اللوطه، حمر لهم وجيهم من الفوق هكا هاو. كل كعيبه نمدها ونحضرها ومحليهم عجبتني برشا. وخبيت شطير العجينه ما عملتهاش الكل. خبيتهم الغدوة إن شاء الله. تنجم تعملوها حتى محشية معناها بالشوكولاتة باللوز. معناها الحاجة اللي يحبوها ولادك عملها، تنجم تعملها حلو ومالح معناها. هاي نوريكم النتيجة عاد من بعد كيف تطيب، محلى زينها ومحلى عينها. تشره عجبتني برشا. زينها هكا في طبيق وكا هو عاد نرتاح.
نهير في الكوجينة كويس تي في الاخر ملا شنو. ان شاء الله عجبتكم وصفة اليوم، وصفة سهلة كما شفتوها، محليها محليها. عملوها للعشاء، والا ان شاء الله في شهر سيدي رمضان نعملوها حتى للسهرية، علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله.